لكن لا أضيف إلى مجموعة الكلام كلاما جديدا. المسألة عايزة عمل، وعمل قوي، وعايزة وحدة رأي بين العرب، وقوة تقف قصاد الموضوع وتشوف ايه اللي ممكن تفعله هذه القوة، وتشوف ايه القوة الأجنبية اللي ممكن تساندها إلى آخره. ده كلام محترم، موقف يحترم الحقيقة، لأن العالم العربي، الشعوب العربية شبعت كلام. طبعا شبعت كلام وفي حاجة إلى ربع فعل بس. طيب خليني أمر مع قناتك سريعا على ما يثار دلوقتي. كنت بقرأ في مجموعة من الصحف وبيذكر فيها إن في الوعظ الديني تحول الأمر إلى مجموعة من الفتاوى أكثر منه وعظ. ده سببه إيه؟ لأن احنا بنعاني ده في الخطاب الديني الإسلامي اللي بنسميه حمى الفتاوى او فوضى الفتاوى، وكل انسان يفتي، وتحول الدين بدل ما يبقى منهج حياة يدلنا كيف نعيش حياتنا في العمل وفي الجيرة وفي الزواج وفي الى ان انا الكوبايه امسكها من الناحيه دي ولا من الناحيه دي، اخش من الناحيه دي ولا من الناحيه دي، الاغاني عامله ازاي، التدخين، مش عارف كذا. هل ده تحول ايضا الى الوعظ الديني في المسيحيه؟ لا، أحب أقول لك الآتي. اتفضل. أنا من أول ما كنت أسقف سنة 62، يعني من قيمة 48 سنة، كان دائما في العظة أبدأ العظة بالإجابة على أسئلة الناس. كويس. لا نسميها فتاوى، وإنما الإجابة على أسئلة الناس. وأسئلة الناس أحيانا تكون أسئلة عقائدية لاهوتية، أو أسئلة تاريخية، أو أسئلة طقسية، أو أسئلة اجتماعية إلى آخره. تمام. فأجيب على أسئلتهم كمدرس بيجاوب تلاميذ لي. وما زال هذا الأمر معي حتى الآن. في كل اجتماع أبدأ بأسئلة الناس، لا أسميها فتاوى، ولو ان جريدة من الجرائد قالت كلام دي فتاوى مش. لكن هل ده مع قداستك بس ولا مع كل القساوسة والكهان؟ قساوسة لا، اعتقد ان بعض الاساقفة انتهجوا هذا المنهج ايضا، لان الناس التعليم الدينية الصرف شيء، والمشاكل العملية التي يقابلونها في حياتهم شيء تاني، شيء آخر. صحيح. فبتصادفهم أسئلة في هذا الأمر، ويعني أنا أحيانا أجيب عليها إجابة دينية، وأحيانا إجابة فكاهية. لا، ما هو أنا عارف إن قداستك تمتلك من الحكمة ومن روح الدعابة ومن سرعة البديهة، وطبعا من المعلومات ومن الخلفية ومن الدراسة ومن العلم الكثير. لكن أنا مشكلتي في الآخرين الذين لا نضمن أنهم يمتلكون هذه الحنكة وهذا الوعي وهذه الدراية وهذا العلم، سواء هنا أو هناك. عارف بيحصل إيه؟ إيه؟ بيحصل يجيني سؤال، أنا كنت في اجتماع والأسقف الفلاني أجاب كذا، والأسيس الفلاني أجاب كذا، ويحكموني كرئيس أعلى للكنيسة. طبعا. فأجيبهم على الوضع السليم بغض النظر الإجابة الخاطئة صدرت من من ومن كانت سلطته أو قيمته. لا طبعا، بس هو طبعا بيبقى محرجة للأسقف أو اللي أفتى غلط في الأول. لا نجامل الناس على حساب الحق مهما كانت. لا طبعا، أنا بتكلم على فكرة إن من له حق، بلاش الإفتاء إذا كان المصطلح مش متوافق مع قداستك، لكن من له الحق على الإجابة على الأسئلة الدينية. هل أي حد في الكنيسة له الحق في الإجابة على الأسئلة الدينية؟ هل من يلقي العظة؟ هل في مكتب معين؟ يعني فكرة ما يطلق عليه فوضى الفتاوى لا نريد أن ينتشر أيضا في الديانة المسيحية. نحن لا نقدم فتاوى، إجابات عن أسئلة، وإنما إجابات على بعض الأسئلة في حدود اختصاصنا.
وإن كان في غير اختصاصنا نقول لا هذا الأمر يعهد إلى كذا. يعني افرض إنسان سألني سؤال طبي ممكن ما جاوبش عليه لو كنت أعرف شيئا أقوله. لا أنا بتكلم عن الأسئلة الدينية في صميم الدين اللي هو في الشرع. المرجع الأصلي للكنيسة هو المجمع المقدس. تمام. والمرجع المتداول هو البابا. على اعتبار ان المجمع المقدس مش معاهم في كل حين. صحيح. طيب. وخصوصا ان البابا الحالي قبل ان يكون هو البابا كان من قبل هو اسقف التعليم. مظبوط. يعني وظيفته كانت التعليم. كنت وزير التعليم في الكنيسة. كنت اسقف للتعليم. كنت اسقف للتعليم. تمام. فبالشكل ده بيسألوني وانا اجيب، واذا انا اجبت في يوم من الايام اجابة وجد فيها احد الاشخاص ما يحتاج الى اعادة التساؤل، ما فيش مانع في الاسبوع اللي بعده يقول لي انك انت قلت في الاسبوع الماضي كذا، يراجعك في النقطة. يعيد التساؤل. تمام. وانا اجاوبه برضه ولا اتضايق منه. رائع. في نقطة اخرى سريعا، علمنا في البرنامج ان الكنيسة تجري نوع من انواع التعداد للاقباط في مصر. ليه؟ التعداد. لا احنا ما بنعملش تعداد. بتعملوش تعداد؟ ما بتعملوا ايه يا فندم؟ احنا واجبنا هو الرعاية. تمام. انا فاكر مرة من المرات الكلام ده حصل على ما اظن كان سنة 77. كويس. قبل ما اسافر لامريكا اول مرة. تمام. وبعدين كان طلع في الجرنان تعداد ضئيل جدا للاقباط. تمام. ففات عليا احد مديري المباحث، اسمه مدير امن الدولة يعني. كويس. راجل كبير يعني. قال لي الاقباط زعلوا من نتيجة التعداد اللي نشرت في الجرنان. قلت له لا ما زعلوش، هم بس استغربوا ليه هي اتنشرت في الصفحة الاولى وما اتنشرتش في صفحة صلاح جاهين. على اساس ان الرقم كاريكاتير يعني لا يمثل عدد الاقباط الحقيقي. وصلاح جاهين هو بتاع الفكاهة يعني. ايوه صحيح. قلت له انتوا مش ناقص غير تقولوا كان يوجد في مر الزمان شعب اسمه الاقباط وانقرض بمضي الزمن. وبعدين قال لي قال لي سيدنا انت يعني بتتريق عليا؟ قلت له لا انا بكلمك بالواقع. قال لي لكن انتوا يعني فكركم التعداد يبقى ايه؟ قلت له شوف احنا ما بنعملش تعداد لكن بنعمل حاجة اسمها افتقاد. افتقاد يعني ايه؟ يعني كل كاهن يزور اسرة لكي يراها. كاهن الكنيسة هو اللي بيزور الاسرة. اللي تحت رعايته. تمام. ويشوف فيها اطفال، فيها شبان، فيها ناس كبار، فيها كذا كذا، ويسجل. الاطفال دول بيروحوا مدارس الاحد يتعلموا ولا لا؟ الشبان بيروحوا اجتماعات الشبان يتعلموا ولا لا؟ الناس اللي في البيت دول فين بينهم خلاف مع بعض ولا لا؟ البيت موجود فيه صورة دينية ولا صورة كده كده؟ وموجود في كتاب مقدس ولا مش موجود؟ افتقاد للاطمئنان على الحالة الروحية. بالتأكيد المسيحيين في مصر شأنهم شأن جميع المصريين، سعدوا جدا بالعودة الحمد لله للسيد الرئيس بسلامة الله من رحلته العلاجية. والحقيقة الشعور كان له علاقة اولا اطمئنانهم على الرمز والزعيم، رقم 2 اطمئنانهم على مستقبل مصر، ان الرئيس بيمثل الامان. وانا اعلم ان قداستك
لك مجموعة من الكلمات في هذا الشأن.